قلبي، شايفين المربى بتاعتي استوت بالشكل الجميل ده. ذرة الملح دي هي اللي هتعادل طعم المربى وتخليه مظبوط 100%. جربوا الطريقة دي هتعجبك جدا. المكون ده سر لمعان المربى وقوامها والحفاظ عليها. جربوه ده كمان هيعجبكم كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام داخل مصر وخارج مصر، اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه. النهارده انا هعمل معاكم فيديو حلو جدا جدا، مربى التين. عملت معاكم مربات قبل كده كتير، بس بعملها بطريقه مضمونه والنتيجه روعه. ما بغيرش الطريقه، والطريقه ناجحه ومضمونه، وقوام المربى بيطلع تحفه. يلا بسرعه نقول مكوناتنا. عندي هنا كميه من التين اللي انا هشتغل بيه. انا عندي هنا اكتر من 2 كيلو تين. كل كيلو تين ليه نص كيلو سكر. كميه التين عندي ليمونه اكتر من نص كيلو سكر هنا، وعندي هنا كمان شربات متقلاه بالشكل ده. سر قوام المربى اللي بيخلي المربى بتلمع وقوامها تحفه وتفضل قاعده معاكي فتره طويله، ما بيغيرش لا لونها ولا قوامها. جربي الطريقه دي هتعجبك كتير. هتحطي نص كوبايه من السكر وتسيبيها تغلي. حطي لها كميه ميه قليله وتسيبيها تغلي، يبقى القوام بتاعها تقيل بالشكل ده. تمام كده، تمام. دي كل المكونات بتاعتي. هنضف التين بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعته شويه كده. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما قطعت التين بالشكل ده. قطعته صغير كده. كل اللي انا هعمله ان انا هنزل السكر عليه واقلبه كويس جدا، وباقي المكونات هتقعد معايا لغايه ما يعدي معايا كده ساعتين او 3 على التين. وكمان ممكن تعمليه من الليل وتسيبيه في التلاجة وتاني يوم تشتغلي فيه عادي جدا. انا هعمل كده. انا كده ان شاء الله احنا كده في الليل هسيبه اغطيه واسيبه في التلاجة ياخد وقته جدا، والصبح ان شاء الله هشتغل في المربى وهتشوفوا جمالها، وان شاء الله هتجربوا الطريقه دي وهتعجبكم كتير. بس يلا بقى ما تنسونيش بلايك حلو للفيديو. يا صباح الهنا او مساء السعاده على حسب ما تشوفوا الفيديو. انا رجعت بكل المكونات بتاعتي عشان اكمل معاكم مربى التين بالشكل ده. سبت المربى طول الليل، وده مش شرط انك انت تسيبيها طول الليل، ممكن تسيبيها ساعتين او ساعه واحده بس وتشتغلي فيها. انا بس ما كنتش فاضيه فسبتها طول الليل وجيت عشان اعملها معاكم الصبح. يلا بقى، شايفين نزلت كل السكر؟ شايفين كل هنا الميه بتاعت السكر؟ وده سهل جدا وهيسهل عليك المربى، وهتكون مش هتاخد معاك وقت. بالطريقه دي حلوه جدا الصراحه، الطريقه دي ان انت تعمليها وتسيبيها. بصوا انا هنزلها هنا في الحله اللي انا هشتغل فيها. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز نعمل المربى بتاعتنا اللذيذه دي. كل حبايب قلبي الغاليين عليا، انا جيت هنا رفعت الحله على النار، حطيتها من شويه كده، سبتها لما تغلي بالشكل ده. اذا كان عليها ريمه بشيلها. هنا ما عليهاش اي ريمه خالص الصراحه، عشان انا حطيتها خدت وقتها لغايه ما نزلت كل ميتها، فما عملتش ريمه. في الوقت ده انا هحط نص الليمونه هنا دلوقتي، ونص الليمونه هخليه في الاخر خالص مع المكون بتاعي اللي انا هحطه، اللي هيلمع المربى ويحافظ عليها. هقلب فيها على نار هاديه واحده واحده كده، وارجع لكم كل شويه عشان مطولش بس عليكم الفيديو. هتشوف الطعم المظبوط. جربي الطريقه دي هتعجبك كتير في اي حاجات محليه. واحنا حتى لما بنعمل الكيك او بنعمل الحلويات بنحط ذره خفيفه من الملح، دي بتعادل الطعم وتخليه مظبوط جدا جدا. جربي الطريقه دي هتعجبك كتير. ده قلبتهم كويس، هسيبهم لما يبردوا وهضربهم في الخلاط، او عندك هاند بلندر اضربيهم بيه
هتبقى عايزاها كده زي ما هي مفيش اي مشكله. وهتحط المكون اللي انا قلت لك عليه العسل. انا بقى هضربهم ضربه خفيفه في الخلاط بس لما يبردوا وارجع لكم تاني. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما ضربت المربى بالشكل الجميل ده. شايفين القوام من غير كمان ما احط لسه اي حاجه. لسه ما حطيتش المكون بتاعي اللي هيظبطها كمان. بصوا هنا في المرحله دي. بص عايزه اقول لك لو انت عايزه تسيبي قطع فيها ده براحتك واختياري جدا. عايزه تسيبي مثلا شويه فيها قطع ده براحتك، يعني احنا بنحبها كده. عشان نشيل البذره. حطينا كده نص الليمونه التاني. وننزل بقى ايه نقلبها شويه. طبعا النار هاديه. وننزل بالمكون بقى بتاعنا. شايفين الجمال؟ شوفوا بقى الجمال واللمعان بعد المكون ده. بصوا شايف كل حبايب قلبي سبتها لغايه ما اخدت الغلوه الاخيره بعد حط الشربات والليمون. شايفين القوام؟ تحفه. قولوا له بس انتوا ايه رايكم وجربوه بالطريقه دي وهتاكلوا احلى مربى بالطريقه دي. عمركم ما هتغيروا الطريقه نهائي. كل المربات بستخدم معها الطريقه دي وطريقه ناجحه ومظبوطه 100%. شايفين الجمال؟ هسيبها بقى لما تبرد ونعبيها في البرطمانات بتاعتنا ونيجي نقدمها مع بعض. يلا بقى لايك حلو للفيديو. يا حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما عبيت المربى بتاعتي في البراطين بالشكل ده. شايفين الكميه الحلوه اللي قطعت معايا؟ شوفوا بقى البرطمان بكام دلوقتي ومربى نظيفه ومضمونه ومعموله بطريقه حلوه جدا جدا. جربوا بقى المربى دي. شايفين البراطين ما شاء الله كل برطمان القوام بتاعه حلو. برطمانات مليانه. شوفوا الكميه اللي قطعتها كميه حلوه جدا. شايفين المربى لسه ما دخلتش التلاجة وكمان سخنة وبالقوام ده. شايفين الجمال؟ جربوها بالطريقة دي. طريقة مضمونة وصحية. عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا لحد عندكم كل جديد بقدمه. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.